شفنا الحلقة اللي فاتت ازاي الطفلة الصغيرة اللي اسمها سومي اختفت بعد ما كانوا طالعين يتفسحوا، والفسحة بالنسبة لهم كانت هي زيارة بيت مهجور مش اكتر. علشان بس ما تفهمنيش غلط، الناس دي ما بتتفسحش زينا كده. المهم لما ضاعت دخلت بيت مهجور وشربت نقطة واحدة بس من اكسير نادر جدا، وده اللي خلى يحصل عندها اضطراب طاقة في جسمها. ومن بعدها دخل عليهم دكتور نصاب عمال بيتكلم عن امبراطور السيف وهو اساسا واقف جنبه ومش عارفه، لعند بقى ما جاب سيرة العجوز الشيطاني ان هو كان بيحاول يخطفه لان دكتور مهم بقى وكده واعظم من مجدي يعقوب، وان العجوز الشيطاني ده كان بيحاول يخطفه ويعذبه ويطفي في باطه سجاير. ساعتها بقى دخل عليه العجوز نفسه واداله علقه تمام وطلعه بره القصر، ومفيش ولا واحد منهم قدر يحل مشكله الطفله الا ابوها المغوار. وبصراحه لعند دلوقتي معرفش هو حلها ولا لا، لكن ده بقى اللي هنشوفه النهارده. بس الاول طبعا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك ده لو حابب تشوفني تاني، وكلمه اسف على التاخير انتوا اعتدتوا عليها خلاص. بس انا حابب اقول لكم ان انا ورايا شغل غير القناه، فاعذروني على التاخير ده، لكن طبعا عارفيني لما باجي لكم بقصه كويسه. وعلشان بقى ما اطولش عليكم اكتر من كده في المقدمه، مشروبك اللذيذ ويلا بينا على قصتنا للنهارده. بنكمل مع التلات عواجيز، وانت دلوقتي هتقول لي ما هو دان في وسطهم. هقول لك هو عدى مرحله الشيخوخه اساسا، الراجل عنده اكتر من 1500 سنه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. المهم قاعدين وبيلعبوا شطرنج صيني، واللي عارف اسمها يكتب لي في التعليقات تحت. بيدخل عليهم راجل من التحالف بيلهس من كتر الجري وبيقول لهم الحقوا، ده بيقولوا قلعه الامبراطور القتالي انهارت وكل اللي فيها حاليا ميتين. وفوق كل ده احد الاباطره الخمسه الاعلى في الفصيل الغير ارثوذكسي اللي اسمه جيوكمو سونج مات. عند مقر تحالف المورين بقى هناك العجوز المتسول وصل اخيرا بالجثث، لكن لما بيوصل بعد شهر تقريبا بينصدم لما بيشوف الجثث اللي معاه اتحولت لعظام بالكامل، لان شهر فتره قصيره جدا انهم يحصل لهم كده. بيتنهد على حظه المنيل لان بكده تقريبا مش هيعرفوا حاجه عن الجثث. بيتنهد وبيسال العجوز قائد طائفه وودانج فكر معايا بقى هنعمل ايه. فبيقول له علامات السيف اللي على الجثث نظيفه جدا، وحتى قائد تحالف المورم الحالي سيون جين مش مصدق ان الهياكل العظميه دي ماتت قبل شهر بس، لدرجه انه مش مصدق العجوز اللي جابهم بنفسه. وعلشان كده العجوز المتسول بيغضب وبيقول له انا اللي جايبهم بنفسي وبايدي دي، ولما اقول لك هم ماتوا قبل شهر يعني هم ماتوا قبل شهر، ده انا حتى ناقلهم بالتلج. علشان كده انا مش مصدق، او بمعنى صح كده مش عارف ايه اللي حصل علشان يتحولوا للهياكل بالشكل ده. ده انا حتى قتلت منهم خمسه لوحدي والباقي اتعامل معاهم الاخرين اللي كانوا معايا. فبيجي له العجوز وودانج وبيساله ممكن اعرف مين هم الاخرين اللي بتتكلم عنهم دول؟ فبيقول له لا ومالكش دعوه وما تسالنيش كتير. المهم دلوقتي عايز اعرفكم ان الجثث دول قبل ما يموتوا كانوا اشخاص من النوع اللي يقدروا يقفوا قدامي لاكتر من 100 معركه كاملين، لانهم خدوا تدريب احترافي جدا. واساسا حقيقه وجود اشخاص زيهم في التحالف فده تهديد كافي بالنسبه لنا، وعلشان كده بيطلب من التابع يبعت شويه من رجالتهم ويكتشفوا هم مين بالضبط. نرجع تاني للقصر بعد ما الطفل الكيوت صحي التاني، قاعدين في الارض وبيحصدوا البطاطا بتاعتهم وهي فرحانه انها حفرت وطلعت اكبر واحده. والعجوز اللي بقاله ساعه بيحفر بيستغرب منها ومن حظها، وبيقول لها انت بهرتيني لما طلعنا نصطاد سوا وكنت كويسه جدا في الصيد، ودلوقتي بتبهريني اكتر في الحفر. انت يا بنتي مفيش منك اتنين، ما تجيبي بوسه لجده. في اللحظات السعيده دي بقى بتظهر سهى بعد ما رجعت من السوق ووشها كلها تعبيرات ما تطمنش. بتجري عليها سومي لكنها برضك مش مهتمه. بتكلم العجوز الشيطان وبتقول له انا عايزه منك طلب. بينصدم لما بتطلب منه معركه ما بينهم، وفعلا ما بيكسرش ليها طلب. وبعد شويه بيتبارزوا في معركه ما بينهم. سهى هي اللي بتكون ماسكه زمام الامور، ورغم ان العجوز مش بيحاول يعمل معاها اي حركه غلط لانها برضك مش بتتراجع. والعجوز جدها قاعد بره مستغرب هي ليه ما بتطلبش منه هو. فبيرد عليه دان وبيقول له ربما حاسه انها هتكون افضل في مواجهه طائفه مختلفه عن طائفتك الرئيسيه. نرجع تاني بقى للعجوز اللي بيعلمها بالكلام وبيقول لها رغم حركاتك لكن لسه عندك قله خبره، لكنها ما بتردش عليه وبتفضل تزيد من سرعتها وهجماتها. وكل اللي في عقلها دلوقتي انها عايزه بس ضربه واحده بس، وبسرعه خاطفه بتهجم عليه بضربه غير متوقعه. صحيح انه بيتفاداها الا انها برضك بتقطع جزء من دقنه، لدرجه ان العجوز جدها قاعد بره مستغرب لان الفن او الاسلوب السيافه اللي هي بتستخدمه مختلف تماما عن اسلوب عيلتها، وكانها بتستخدم اسلوب سيافه خاص بيها مصنوع علشانها فقط. وحتى العجوز الشيطاني مستغرب لانه كان مفكر انها بتستخدم اسلوب السيافه بتاع عشيره نام جونج اللي معتاد عليه من العجوز، لكن دلوقتي بتستخدم حاجه مختلفه. فجاه بتقف مكانها ما بتقدرش تكمل هجوم تاني. بيجري عليها جدها وتقريبا مش فاهم حاجه، فبيزعق للعجوز الشيطاني وبيقول له انت راجل، انت مش عارف حدودك ايه؟ مش عارف ازاي تهزر مع طفله وما تلعبش معاها بالشكل ده؟ بيقول له انت اللي عبيط يا عجوز،
بص كويس واحكم انت المفروض تتكلم مع مين، انا اساسا ما لمستهاش ولا عملت معاها حاجه، وفي المقابل شوف صدري عامل ازاي، لو اتسالت معاها شويه كانت قطعتني لشرايح لدرجه ان سهى بتقف على رجليها وبتقول له انا اسفه، حسيت ان فن السيف السماوي الوهمي هيكون كويس ضدك. بيظهر دان هو كمان وبيقول لها شايفك اتطورت كتير جدا، لكن طاقتك الداخليه مش كافيه، علشان كده شايفك مش قادره تستخدمي تقنيه السيف الوهمي للنهايه، ومع ذلك برضه كويس اللي انت عملتيه واللي انت وصلت له. نروح بقى لاحد الغابات علشان نلاقي مو سونج اللي كنا بنتكلم عنه من شويه قاعد لوحده في الغابه وكانه مستخبي من حد، ولكن الغريب لما بنقرب شويه بنلاقيه مستغرب هو جه هنا ازاي، والاغرب كمان فاكر ان في بنت ظهرت له وقالت له يروح لعائله دان في هونان، ومع ذلك برضه مش متاكد من اللي شافه، وكأن ده كان خيال لعند ما بيظهر قدامه نمر ضخم وراكب فوق الطفله سومي. حرفيا الاول لما بيشوفه بينصدم وتقريبا بلع لسانه، ورغم انه مش قادر يتحرك الا انه بيترعب اكتر لما بيبص وراه وبيلاقي في شخص واقف وراه اللي هو موجين، وهو مش حاسس بيه خالص. الراجل يعني واقف مش على بعضه وركبه كلها عماله بتخبط في بعض. وبعد شويه بياخدوا موجين لعند دان في القصر، الكل بيقعد وبيتلموا حوالينه وهو عمال بيفكر مع نفسه ازاي رجع لهنا بارادته، علشان كده بيقول في نفسه اكيد انا مجنون ان رجعت لهنا بعد ما صدقت ان انا طلعت. واقف قدامهم مش عارف يقول لهم ايه بالضبط لعند ما دان بيكلمه بيقول له انت مش كنت عامل فيها فرقع لوز وعامل نفسك مقاتل مخضرم وهربت من هنا بسرعه، راجع لهنا ليه مره تانية؟ شكلك كده راجع علشان تموت. وبعد شويه ما نعرفش ايه اللي حصل بالضبط وايه اللي دار ما بينهم، لكن العجوزين اللي قاعدين معاه مش فاهمين برضو ايه اللي حصل، وعلشان كده بيسالوا دان هو الراجل ده ليه دعوه بذهابك لجانج بيكسان؟ فبيقف وبيقول لهم سومي كانت طلبت مني ان انا اصطاد لها ارنب وده وقت ان انا اروح ليها، وحرفيا مفيش ذل اكتر من كده. بيسيبهم يتكلموا وبيطلع هو بره. اما بقى بالنسبه لسام فبيلاقي نفسه في موقف مش ولا بد، لان هو الوحيد اللي كان مع دان في رحلته الاخيره، وعلشان كده بيقول لهم ايه ده انا ورايا تنظيف انا ماشي. لكن العجوز او العجوزين بمعنى صح ما بيسيبوهوش يهرب، بابتسامه مرعبه على وشهم بيقولوا له انت مفكر نفسك رايح فين؟ قبل ما تروح تنظف قول لنا ايه اللي حصل هنا بالضبط وايه اللي اتكلموا عنه، والا بقى انت عارف ايه اللي هيحصل لك. نرجع تاني بقى للفحل قائد التجار الذهبيين تقريبا، واللي كان القائد بتاعه هو شيطان الدم، دلوقتي مجمع شويه سفاحين وقتله وقاعد قدامهم علشان ينتقم لسيده. لكن فجاه ومن غير اي صوت ولا حس ولا خبر بيظهر جنبه شخص او ظل اسود بيقول له انا كمان هساعدك. ورغم ان التخين مرعوب وعلى اخره من الصوت اللي سمعه ومش قادر حتى يبص وراه من الرعب، الا انه برضه مصمم يتعاون معاه علشان ينتقم لسيده. نرجع تاني بقى للي صعبان عليا اللي هو سام، يا عيني واخدينه في الغابه علشان يتاكدوا منه ان الكلام اللي قاله ده صح ولا بيخطرف. فبيقول لهم ايوه ابوس ايدك سيبني، الكلام اللي انا قلته كله ده صح. في اللحظه دي العجوز الشيطاني بدا يستوعب ان سيد القصر بتاعهم هو حاكم القتال شخصيا، مش تلميذ حاكم القتال او خليفته او حاجه من دول، ده هو نفسه الشخص الاكثر رعب في الموهبه واللي خاض الحرب لوحده ضد العالم كله، شخص معروف بانه اقوى مقاتل في اخر 1000 سنه وفي كل الازمنه والاماكن كلها موجود معاهم حاليا. التلاته بيقفوا بيبلموا لبعض، كل واحد منهم مستني حد يتكلم او يقول كلمه من الخبر الصدمه اللي سمعوه، لعند ما بيسمعوا صوت جنبهم بيكسر حاجز الصمت. الطفله سومي ومعاها ابوها حاكم القتال بعد ما اصطاد ليها الارنب بتقول لهم انتوا بتعملوا إيه عندكم؟ في الاول بينصدموا من ابوها، لكن سرعان ما بيرجعوا لوعيهم تاني وبيفضلوا يضحكوا علشان يداروا الموضوع، وبيقولوا لها ايوه هو احنا كنا بنعمل ايه؟ ايوه. فسام بيرد وبيقول لها ايوه كنا بنعمل كده بالضبط، مع ان محدش قال حاجه مفيده اساسا. البنت بقى على نيتها خالص وبتقول لهم شكل كده سالت سؤال مش ضروري. فبينزل لها العجوز الشيطاني وبيقول لها لا ما قلتيش حاجه غلط، قولي لي كنت فين وبتعملي ايه؟ فبتفرح جدا وبتقول له بص بابا كان بيصطاد لي ارنب وطلع ضخم كده زي ما انت شايف كده. لكن ضحكتها بترجع تاني، حتى الارنب بيترعب لما العجوز بيصرخ وبيقول لها مش كان الاسهل انه يقتله ويعتهولك؟ في اللحظه دي دان بيفهم هما كانوا بيتكلموا عن ايه وليه هما متوترين قوي كده، وشكل سام كده قال له. فبيجي لهم من وراهم وبيقول لهم ايوه اللي قاله سام صح. فبيبص له العجوز وبيقول له هو انت فعلا حاكم القتال شخصيا ورحت علشان تدور على شيطان الدم اللي دخلت معاه معركه من 1000 سنه وذبحته هو وجميع اتباعه ورجعت تاني؟ فبيقول لهم ايوه كل ده صح. فبيسالوا تاني طب ليه ما قلتلناش عن كل ده وعن حقيقتك لعند دلوقتي؟ فبيقول له لانك ما سالت. شفت سهله ازاي؟ لو سالت كنت عرفت، بس انا مش قلت لك قبل كده انا هكسر كل سيف بيقف قدامي؟ لكن للاسف كل السيوف المكسوره دلوقتي في السهول الوسطى ماليش علاقه بيها، بمعنى صح كده كل اللي حصل في السهول الوسطى او في عالم المرم غير شيطان الدم انا ماليش دعوه بيه. فبيرد عليه العجوز تاني وبيقول له انا فاهم قصدك وفاهمك كويس وعارف انك مالكش دعوه، بس افرض بقى السيوف المكسوره او المهمله دي، وطبعا قصده على المحاربين بتوع المرم سواء بقى الطوائف الارثوذكسيه او الغير ارثوذكسيه، افرض بقى المحاربين دول وجهوا كلهم
بيقول له غضبهم ناحية هونان، وهونان دي فيها القصر بتاعنا، هتعمل ايه وقتها بقى؟ نرجع تاني بقى للعجوز زعيم الطائفة الغير أرثوذكسية سابقا يعني، وأنا بقول كده لأن اللي هنشوفه بعد شوية مش طبيعي لزعيم طائفة. المهم قاعد قدام موجين وبيجمع طاقته اللي فقدها، وبيفكر في استعادة حصن إمبراطور القتال اللي فقده، وعلشان يرجعه مرة تانية لازم يستعيد قوته القتالية المفقودة كلها. وبعد ما بيخلص موجين بيسأله اتحسنت ولا لسه؟ فبيقول له أيوه حاسس إن أنا أقدر أعيش دلوقتي. فبيسيبه موجين يرتاح حاليا ويشوفه بكرة الصبح. وقبل ما يطلع العجوز بيسأله ما عندكش نية علشان تستعيد معايا حصن إمبراطور القتال؟ في اللحظة دي بينصدم موجين وبيسأل نفسه الشخص اللي قاعد ورايا ده كان يعتبر شمس الطائفة الغير أرثوذكسية وفخرها، وغير كده كمان كنت معجب بيه جدا لما كنت في حصن إمبراطور القتال، لكن للأسف دلوقتي أنا قررت أفضل مع سيد القصر دان لعند ما أموت. وعلشان كده بيرجع له وبيعتذر له إنه مش هيقدر يكمل معاه. وبعد شوية بقى بنشوف الشخص صاحب أفضل مكانة في الطوائف الغير أرثوذكسية عمال بينظف فضلات الحمام، بيكلم في نفسه بيقول أنا اللي كنت شمس الطائفة الغير أرثوذكسية. ما بيكملش إلا وبيلاقي سامي اللي واقف وراه بيقول له أنت هتفضل تقول لي أنا والحديد انت، أنا بطل يد ونضف بسرعة. ومن بعدها بيروح يستريح وبيسيب الراجل ينظف لوحده. بيظهر دان وراه وبيقول له يا عجوز مش كنت تدفع وتفضل قاعد كضيف بدل البهدله اللي انت فيها دي؟ مستخسر 5 عملات فضيه في اليوم يا بخيل. لكن العجوز مش عبيط للدرجه دي، لان 8 عملات فضيه هي نفقه معيشه عائله كامله في شهر، والمعلم اللي قدامه ده عايزه يدفع 5 عملات. مين مجنون هيدفع السعر ده؟ بيشيل البتاع اللي على وشه وبيقول له مش عارف ان انا واحد من الاباطره الخمسه وفي عمر زي ده تستخدموني كمنظف مراحيض؟ طب ما فيش عندكم شغل كحارس؟ هعجبكم قوي في الشغل ده. فبيتريق عليه سامو بيقول له يا تحرس مين؟ هتحرس سيد القصر؟ انت عبيط يا ابني. ودان هو كمان بيرد وبيقول له حاليا المنصب الوحيد اللي فاضي هو منظف المراحيض مع الاخ ده، وطبعا العبيط اللي ورايا ده مش هيشتغلوا لوحده لان الاسره كبرت قوي. بيسيبوا لسامي اللي عمال بيزعق له بيقول له سمعت دلوقتي سيد القصر قال ايه صح؟ ما اشوفكش بقى واقف 5 دقايق على بعض، انجز ياض واشتغل بلقمه عيشك. طبعا العجوز على اخره بس مش في ايده اي حاجه يعملها، وبما انه كده كده هيشتغل يا اما ينضرب فبيشمر وبيشتغل عدل. نرجع تاني بقى للعجوز نام جونج اللي عمال بيضحك ضحكه العجوز قدام دان وبيقول له شكلك كده هتخسر النهارده يا دان. في اللحظه دي بيدخل عليه نفس الشخص اللي بيدخل عليه دخلات ما تطمنش، وتقريبا ده جيال جايب له خبر ان تحركات الطوائف الغير ارثوذكسيه غريبه. وشكل كده الاتنين اللي قاعدين قدامه عارفين كل حاجة، وعارفين ان من ساعة ما تعاملوا مع حصن امبراطور القتال مؤخرا فهيكون هدفهم التالي هو تحالف المرم. وفعلا الكلام طلع صح، وعلشان كده جيجال بيقول لهم طيب دلوقتي مش المفروض نعمل اجراءات مضاده؟ فبيبص له العجوز وبيقول له اجراء مضاد؟ ايوه ايوه روح اعمل كوبايتين شاي. فبيرد دان هو كمان وبيقول له ما تهتمش كتير، سيب كل حاجه زي ما هي لاننا ملناش دعوه باللي بيحصل ده كله. وفعلا العجوز نام جونج بيوافقه، وجيجال واقف مستغرب لان تحالف المرم هو اساس الطائفه الارثوذكسيه، ولو حصل له حاجة فالعالم كله هيهتز. والغريب أكتر إن الراجل اللي قاعد قدامه واللي اسمه دان صعب القراءة ومش قادر يقرأه من ساعة ما جه للقصر، لدرجة إن قائد التحالف نفسه ما عادش مهتم بأي شؤون خارجية من ساعة ما دخل القصر ده. بيظهر العجوز الشيطاني هو كمان وبيوافقهم الرأي، وبيقول له إذا كان الأوغاد اللي من الطوائف الغير أرثوذكسية مش عارفين مكانتهم كويس فإيه اللي المفروض نعمله دلوقتي؟ ومن بعدها بيروح يحط إيده على العجوز اللي متمرمط وبيهزر معاه وبيقول له مش كده ولا إيه؟ فبيرد عليه العجوز وبيقول له بعد ما يخلصوا على الطوائف الارثوذكسيه مش شايف ان الدور هيكون على الطائفه الشيطانيه؟ ولا انت اعمى ما بتسمعش واطرش ما بتشوفش؟ فبيبتسم له العجوز الشيطاني وبيقول له حتى بعد ما اتباعك خانوك وطردوك من الطائفه بتاعتك لسه برضه مصمم ان انت مقاتل غير ارثوذكسي؟ فبيستهزأ بيه وبيقول له مش انا الواحد اللي مطرود واللي اتخنت. وطبعا قصده على العجوز نام جونج رئيس التحالف سابقا اللي تمت خيانته من قبل اعز الناس ليه اللي هو مو يونج. وطبعا مش هو لوحده، ده حتى دو هاك اللي واقف قدامه وبيستهزأ بيه. هو صحيح ما اتخنش مباشرة بس لما فقد جميع أتباعه اللي موجودين في الطائفة بسبب شيطان العاصفة السوداء باقي المحاربين اللي في الطائفة باعوه. في اللحظة دي بيتعصب منه وبيقول له شكلك كده عايز قتال. وفعلا العجوز التاني بيرحب بيه جدا وبيقول له ده فعلا أفضل وقت نحسب مين هو الأول بين الأباطرة الخمسة، لكن تقريبا كده نسي إن هو عامل نظافة في المكان. في اللحظة دي بقى سام بينزل على راسه بالمقشة وبيقول له ما متخلف لعند دلوقتي لسه بتكنس؟ انا اتسالت معاك كتير قوي. فبيقول له مين اللي بيتكسل يا عم انت؟ هو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انا شغال من الصبح. فبيتعصب عليه سام تاني وبيقول له كمان بتكدبني؟ لا بقى ده انا وش الطيبه ده مش هينفع معاك، وشكل كده هرجعك تنظف المراحيض مره تانية. في اللحظه دي بيرجع تاني كلب مطيع وبيمسك المقشه بسرعه وبيقول له لا هكنس انا. وطبعا ده كله وجيجال واقف مصدوم من التلوث البصري اللي شايفه قدامه، لكن سرعان ما بيقتنع ان اللي بيدخل القصر هنا بيتحول او بيتنيل على عينه بيحصل له حاجه. وفي الليل بقى بيقعدوا قعده صفا، بيقعدوا على الاكل وبيتكلموا، وسام بيسالهم عن الشائعات اللي دايره حوالين الشخص اللي بيقرا الطالع والنازل. محدش
يطلع يا شباب. المهم اغلبيه اللي بيكونوا قاعدين سمعوا عن حاجه زي كده، ودان بيعرفهم ان الشخص اللي بيقدر يعمل كده وصل لمرحله عالم الخلود، لكن سام بيصحح لهم المعلومه وبيقول لهم بس الشخص اللي انا سمعت عنه ده لما قرأ طالع شخص ما رقبته اتقطعت في اللحظه دي بقى، وباجابه شخص غير متوقع نهائيا. الطفله هي اللي بترد عليهم وبتقول لهم بس الكلام ده مش مظبوط، حرفيا بتخليهم كلهم مستغربين وتحسهم بيقولوا نعم. المهم البنت بتكمل وبتقول لهم الكلام ده فعلا مش مظبوط، لان انا قرأت مستقبلي قبل كده او الطالع بتاعي يعني، وده بالنسبه لهم بتكون صدمه اكتر واكتر من الاجابه. ليه بقى؟ ده بقى اللي هنشوفه في الحلقه اللي جايه. متحمس جدا اكتر منكم والله ان اعرف ايه اللي بيحصل او اعرف ايه اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه. لو متحمس زي كده ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل بتاعك علشان تجبرني ان انا اكمل، وعلشان كمان اللايك ده بيساعدني جدا. وبس كده لهنا نكون وصلنا لنهايه جزئنا النهارده. اتمنى يكون جزء عجبكم، مش هتاخر عليكم ان شاء الله يعني، واشوفكم في اجزاء تانية اجمل واحلى بكتير. اقعدوا بالعافيه and peace out.